3 مواقع مجانية هتفيدك في المونتاج والجرافيك. الجزء الثامن. دايما بنلاحظ في مشاريع اللوجوهات الاحترافية ان بيبقى فيه سلايد عبارة عن باترن للوجو، وعشان نعرف ازاي الباترن دي بتتعمل بكل سهولة هنروح على اول موقع معانا وهو باترن نينجا. هتدوس هنا عشان تعمل باترن جديدة، ومن هنا هتتحكم في لون الخلفية. بعد كده هترفع صورة اللوجو، بس لازم تتأكد انك عاملها بصيغة اسمها SVG. وممكن من هنا انك تتحكم في المسافات بين اللوجوهات سواء بالعرض او بالطول، ممكن تعمل زوم كمان. بعد ما تخلص تقدر تعملها داونلود من هنا. لو زهقت من الفونتات التقليدية اللي عندك وحبيت تجرب الفونتات 3D، بس للأسف كل ما تلاقي حاجة تعجبك ما تبقاش مجانية، فالحل ببساطة انك هتروح على الموقع التاني معانا وهو فليمنج تكست، وهتلاقي هناك اشكال كتيرة جدا من الكتابة 3D وكلها موجودة بشكل مجاني تماما. هتدوس على اي شكل يعجبك وتعمل لها edit من هنا، وتبدأ تكتب هنا التكست اللي انت عايزه، وفي الاخر هتعمله داونلود من هنا. اخر موقع معانا وهو براش لافر. الموقع ده هتلاقي عليه كمية كبيرة جدا من انواع البراشات اللي ممكن تحتاجها في شغلك، وهتلاقي كمان سيرش بار تقدر تبحث منه على اي نوع براش انت محتاجها وتقدر تعملها داونلود من هنا.